عن الفيديو القديم ده، انا خلصت المونتاج بتاعه، عايز اعمل له اكسبورت حاليا باعلى جوده، دي لازم تحطها في حساب. يا اما هروح على فايل، بعد كده اختار اكسبورت ميديا، يا اما ادوس على كنترول ام مع بعض، هتفتح لي بتاعه الاكسبورت سيتنج. ابدا اظبط اعدادات الاكسبورت عشان يطلع باعلى جوده ممكن. الفورمات كتير جدا، بس هو الاتش 264 هو اللي بيشتغل تقريبا على السوشيال ميديا كلها، وتقريبا كده هو اللي بيشتغل في الاعمال السينمائيه برضه. هو هنا بيختار ماتش سورس هاي بيت ريت، يعني بياخد المقاسات بتاعت الفيديو منها وبيطلعه باعلى جوده ممكنه منه، بس مش على طول بتطلع باعلى جوده. هنا بقى الاوتبوت بيقول لك هيتحط فين وكده، دي لو عايز تغيرها من هنا. لو عايز تغير مكان الاكسبورت مثلا، عايز تحطه على الديسكتوب، مش عارف ايه حاجات زي كده. بعد كده هنبدا بقى نعلي في اعدادات. احنا لازم نبقى واقفين على فيديو، نبدا نعلي في الاعدادات بتاعه. هنا بيدينا مقاسات الفيديو 1920 في 1080 بي، دي هنسيبوها زي ما هي عشان المقاسات ما تبص مني. هنا الفورمات ريت ممكن الغيها كده واختارها 60 فريم. هي لو الكاميرا اصلا ما مصوراش 60 فريم هو مش هيعليها، بس هي ممكن تحسن حاجات ضئيلة يعني. بعد كده هبدأ انزل تحت، اختار يفضل هاردوير انكودنج. دي لو عندك مثلا كارت جرافيك عالي او جي بي يو بتاعك حلو او امكانياته حلوة، ممكن اختار هاردوير انكودنج. لو امكانياته ضعيفة خليك في السوفت وير، بس يفضل هاردوير انكودنج بيبقى افضل بكتير. بعد كده انزل تحت الفي بي ار 1 باث، التارجت بت ريت بتاعه هعليه للاخر، دي هي فعلا اللي بتفرق وبتزود الحجم فعلا. بعد كده اختار يوز ماكسيمم رندر كواليتي، بعد كده هدوس اكسبورت واسيبه بقى لحد ما يخلص انكودنج ويطلع الفيديو بتاعي، هيطلع باعلى جودة ممكن ليه.